لقاء حصري مع الجزائري الإمام الواحد هنا في أستراليا. الجزائر بالنسبة لنا هي الأم التي ولدتنا، وأستراليا هي يعني مثل ما يقال زوجة الأب، فلا يمكن لنا أن ننسى الأم التي ولدتنا. كيف الإسلام في سيدني ولا في أستراليا؟ الإسلام الحمد لله رب العالمين في تقدم وفي تطور، ورغم التحديات التي نواجهها من حين لآخر، وكان آخرها الحادث أو الجريمة التي وقعت في أستراليا في بونداي، وعلى إثرها يعني تم تقنين بعض القوانين المضيقة المستهدفة للوجود الإسلامي، لكن بحمد الله وفضله الإسلام قوي. مؤسسات، مساجد، جمعيات خيرية، مدارس إسلامية، كثافة في تزايد، صوت له تأثير، تأثيره يعني الحمد لله رب العالمين في تزايد. ويعني نواجه تحديات ومشكلات على الصعيد الداخلي داخل الوسط الإسلامي وعلى الصعيد الخارجي، يعني العلاقة مع المجتمع الأسترالي ككل ومع الجهات السياسية، ولكن بفضل الله تعالى، وخاصة إذا قارنا الوضع مع أوروبا وأمريكا، فأستراليا بخير والحمد لله، لأن هامش الحرية يعني كبير وسقفها مرتفع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا إسلامنا وديننا في هذه البلاد وفي كل مكان. عدد المسلمين في أستراليا؟ عدد المسلمين في أستراليا الإحصائيات الرسمية تقول ما بين 800,000 إلى 900,000، ولكن الواقع والحقيقة أن العدد يعني أكثر من ذلك بكثير، يتجاوز 1,000,000 أو 1,200,000 في أستراليا. حب الشيخ طاهر يهضرنا على الجزائر، الجزائرية في أستراليا، الدور اللي قامت به هنايا الجزائرية الجالية هنا في أستراليا، الجزائرية قامت بدور شيخ يعني. الجالية يعني تقريبا الآن ربما يعني تعيش الجيل الثالث. الجزائريين تواجدوا هنا يعني بتوافد منذ الثمانينات القرن الماضي، وزاد تكاثفهم وتواجدهم في التسعينيات إلى اليوم، والحمد لله رب العالمين. جالية متواجدة وموزعة على كل الولايات الأسترالية، وخاصة ولاية نيو ساوث ويلز، يعني مدينة سيدني ومدينة ملبون ومدينة بريسبن، ولها يعني كذلك حضور وأسماء بارزة من الجالية الجزائرية على المستوى الأكاديمي، على المستوى الدعوي الإسلامي، على المستوى الخدمي الاجتماعي، أسماء بارزة ومؤثرة وثقيلة، يعني تعكس الحمد لله مستوى الجالية من ناحية يعني المستوى التعليم والمستوى الثقافي والمستوى الديني، والحمد لله رب العالمين. نحن الجزائريين هنا يعني متكاتفون، موحدون، مجتمعون، يعني في صورة إن شاء الله ترضي الله ورسوله. الشيخ راه يحكي لك عن ماليزيا وأستراليا والاستقرار بأستراليا، بس قلبه متعلق دائما بالجزائر، كل سنة يسافر ويروح للجزائر مهما كان. كل سنة تنزل الجزائر شيخنا. الجزائر بالنسبة لنا هي الأم التي ولدتنا، وأستراليا هي يعني مثل ما يقال زوجة الأب الأم الثانية التي يعني الآن كبرنا فيها وأنجبنا فيها الأولاد وأسسنا فيها الأسرة، فلا يمكن لنا أن ننسى الأم التي ولدتنا الجزائر. أنت من وين من الجزائر شيخنا؟ من ولاية البيض، مدينة البيض تحديدا. ولاد سيد الشيخ. تحية الناس البيض. مور ما ينزل فيديو البيض قاعد يتصلوا بك الحاج. كلما وسوست له نفسه أن ينحرف تأتي صلاة 5 مرات في اليوم حتى تبقيه في طريق الله سبحانه وتعالى. When you find some Muslim who have spent that money
that time, that efforts, and left their families